وأثرت بكل من شخص شاهد هالصورة وتفاعل معها. هاشتاج لا تنسى أخاك أيضا. بالفيديو شاهد تأثر وانهيار هذه المذيعة الفلسطينية على الهواء بعد احتفال المغرب بفلسطين في حفل افتتاح كأس العالم للأندية، وتصدم الجزائر وتفاجئ المغاربة. شاهد ماذا قالت. ولكن إذا كنت مسلم وتتفق بأن المغرب وفلسطين إخوة فاضغط إعجاب للفيديو وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم. هز حفل افتتاح كأس العالم للأندية المنظم بالمغرب العالم، وصار حديث الصحافة العربية والعالمية، فقد كان حفل رائع وناجح ويشجع على التسامح والسلام، عكس شان الجزائر الذي هز العالم ودعا للفتنة والتفرقة وأثار ضجة كبيرة. لكن ما هز العالم وهو ما قام به المغرب خلال هذا الحفل، حيث أن المغرب لم ينسى فلسطين الحبيبة واحتفى بعلمها عاليا منيرا وسط الحفل بكل حنكة وشجاعة، مؤكدا بذلك دعمه الكامل لفلسطين الحبيبة والتي ستظل في قلب المغرب إلى الأبد. الأمر الذي جعل هذه المذيعة الفلسطينية تتأثر وتبكي على الهواء، وقال: أين حبك يا جزائر الذي طالما أوهمتينا به كفلسطينيين؟ وأين دعمكم للقضية الفلسطينية؟ فأنتم لم تتذكرون في حفل افتتاح بطولتكم الشان، بينما المغرب الحبيب والذي لم نكن نتوقع من هذه الخطوة فاجأنا واحتفل بنا كل حنكة وشجاعة خلال بطولته. حقا المغاربة أثبتوا لنا اليوم أنهم رجال، والمغاربة بلد الشهامة والأمن والسلام. والحفل كان ناجح جدا ويدعو للسلام والأخوة والتلاحم، عكس الشان الذي همكم الوحيد فيه كان هو نفس سمومكم على المغرب ونشر الحقد والكراهية والتفرقة بين الشعوب. حقا الحقيقة بدأت تنكشف، وبدأنا اليوم نعرف من هو الصديق الحقيقي ومن هو العدو. فتحية حب وتقدير لك أيها المغرب الكبير، من طنجة إلى الصحراء المغربية، من هذه المذيعة الفلسطينية الجريحة والغيور على وطنها وأرضها. وفي النهاية إذا كنت مغربي حر وتتفق مع كلام هذه المذيعة الفلسطينية فاضغط إعجاب للفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة.